مسيكم بالخير والهناء. معاكم العزيز بن زكور في شخصياتنا التونسية مع كارفور. نحبكم تسمعوني مليح وتتبعوا هدرتنا باش يفوزوا 3 منكم بوصل شراء قيمته 300 دينار في آخر حلقتنا. أحاديثنا اليوم على أديب وفنان يعتبر عرسة من عرس جماعة مقهى تحت السور، اللي هو علي الدعاجي، الشاعر والصحفي والمسرحي المشهور. تولد علي الدعاجي في تونس الحاضرة عام 1909، وينحدر من عائلة تونسية بلدية ذات أصول تركية. توفى والده رحمه الله وخلاه عمره 3 سنين. حس باليتم وفقدان هالسند العائلي المتين، لكن أمه يرحمها وينعمها حبته ودلته وكانت له صدر حنين. كانت من القراية ما قراش برشا، حد المدرسة الابتدائية وين تعلم مبادئ اللغتين الفرنسية والعربية، وكي وصل عمره 12 سنة انقطع الدراسة وخرج وخدم قلفة معناها صانع في سوق البرانسية. لكن يا سيدي كان عنده ميل عجيب للمطالعة، ما يخلي ما يطالع دواوين شعرية، أعمال مسرحية، كتب، جرايد، وكل نهار وغرامه بالمطالعة زايد. وإذا كان يسمع بنادي من النوادي الثقافية يكون أول الحاضرين، وبذلك كان علي الدعاجي عصامي التكوين. وفي ثلاثينات القرن الماضي ولا رائد من رواد الحركة الثقافية والكتابة الأدبية والصحفية، ويعتبر رائد القصة القصيرة في تونس. وكما قال الأديب والناقد والجامعي توفيق بكار، هو أبو القصة التونسية بلا منازع. وخلف علي الدعاجي بعد وفاته أكثر من 100 رواية وأعمال مسرحية وعشرات الأغاني اللي قاعدة راسخة في الذاكرة التونسية، كما الأغنية الشهيرة اللي غناها لهادي جويني: حبك يتبدل يتجدد، ما يتعدش كيف يتعدد، قلبي خونك كيف ما خنتي، لكن ديما يحبك انتي. وتوفى علي الدعاجي عام 1949 وهو لم يتجاوز 40، لكنه قعد حي وبقى خالد في ذاكرة التونسيين. وكما قال الشاعر: وفاتك للذكر الجميل خلود، فحسبك أن تحيا وأنت فقيد. وانتم قولوا لي شكون اللي قال علي الدعاجي أبو القصة التونسية؟ منشي الشملي وإلا توفيق بكار؟ هيا طلعوا باش يفوزوا 3 منكم، كل واحد بوصل شراء قيمته 300 دينار من عند كارفور وتعملوا أفار.